1/7/2025 نزل تعميم يوم السبت انه هو يوم الكومين. بهذا اليوم ينزلوا جميع موظفي الإدارة الذاتية على الكومينات، يصير عملهم مشترك مع الكومينات. بهذا اليوم تنكسر جميع الحواجز، تنكسر الطبقات، ما في انه حدا ضمن حدا، الإدارة، الموظف العادي، رئيس الكومين، اللجنة الخدمية، جميع اللجان تكون على مستوى واحد بهذا الكومين. إنه كنا نعرف إنه وقت بلش تفعيل الكومينات بالإدارة الذاتية كنا بظروف حرب، يعني بهالفترة الماضية مضت علينا إنه كنا نحن بفترة حرب. رغم هالشيء هذا إنه تفعلت كومينات، مثل ما نقول هذا المشروع مشروع ناجح 100%، مشروع الكومينات، لكن في عندنا بعض النواقص. من هالنواقص انه الكل كان يفكر انه الكومين بس لجنه خدميه فقط، انه مشان خدمه هالحي اللي هو موجود فيه. يعني بالنسبه عاد وقت صار هذا التعميم يوم السبت، يعني صارت مثل ما نقول قيمه اكبر للكومين. صار كل واحد يعرف انه مرجعيته للكومين، اذا كان قاضي، اذا كان رئيس مجلس، اذا كان موظف، اي صفه كانت صفته الاداريه راح يكون هو عضو ضمن هالكومين، يداوم ضمن كومينه. هين بهالامور هاي انه هين قضينا على السلطه، قضينا على الطبقيه، انه انت اي كانت صفتك انت بالنهايه عضو كومين. وكذلك انه احنا زاد شفنا بالعقد الاجتماعي الجديد، قبل كنا تسعة لجان، حاليا انه صارت 15 لجنه موجوده ضمن هالكومين. يعني هاي هال 15 لجنه اذا تفعلت بالشكل المضبوط راح يكون عندنا نظام ديمقراطي كثير جيد. انه هاي اللجان كل وحده إلها عمل، تقوم بعمل مخصص. اذا كانت مثل نقول لجنه التربيه والتعليم تتابع امور التعليم ضمن هالحي، تتابع الامور التعليميه من تسربات، هالمدرسه عم تنفتح بالشكل المضبوط، الكوادر التعليميه اللي عم تجي على هالمدرسه هم مؤهلين لهالعمل هاي. يعني هاي ذات كذلك خطوه جيده، وكذلك انه تنقل هالوجع بهالحي لجنه المجمع اللي يكون موجود بهذا المدينه او هاي الناحيه. كذلك بعدنا احنا هون كتل تمر بعدنا 3 مكونات اساسيه، احنا عرب وكرد واشور، يعني هذا احنا موجودين متعايشين بهذا المجتمع منذ الزمن. في كمان عندنا لجنه المعتقدات والاديان، هاي كمان نقدر نقول انه هاي لجنه جديده كذلك تفعلت عندنا ضمن الكومين. بهاي اللجنه كمان انه كل واحد يقدر يمارس دينه، يمارس معتقداته، يحل الامور بعيد عن الطائفيه. كمان هاي الامور كويسه، يعني وقت نشوف كل لجنه انه شو مخصصاتها، شو عملها، عم تشتغل. وقت يكون هذا الاعضاء ضمن المؤسسات ينزلون على هالكومين، كل مؤسسه راح يكون يمكن من كل مؤسسه راح يكون بشخص او شخصين ضمن هالكومين يناقشوا هالامور اللي تخص الكومين، شنو هو وجع هالكومين هاي. يعني هين انه احنا قدرنا يمكن ببعض كومينات ما تقدر توصل وجعها، اما وقت تكون كشخص موجود بهالاداره هو كمان عضو بهالكومين يقدر يوصل الوجع بالشكل المضبوط. يعني هين مثل ما نقول انه احنا يعني ما قضينا على 50% من اوجاع الشعب، حلينا 50% من المشاكل. ما راح نقول انه 100%، لانه كل شيء بدايته راح يكون صعب. يعني بالنسبه احنا لتل تمر هاي اول سبت يمر علينا، انه ما كنا جاهزين السبت الماضي، هاي اول سبت ضمن الشهر السابع بعد نزول التعميم. ثاني اسبوع نزلنا احنا كاداره مجالس، نزلنا على الكومينات، حاولنا ان نشوف عمل هالكومينات. هو بالبدايه رح يكون دائما اجباري، رح يكون في نواقص، يعني ما في شيء انه رح يكون كامل من البدايه، بس كان نسبه نقدر نقول 70% كان كويس. الكل فاتحوا، الكل الموظفين الاداره الذاتيه الاغلب عم يترددوا على هالكومين. يعني هاي نقول انه كخطوه ايجابيه، يعني خطوه ايجابيه. ان كمان احنا ضمن جولاتنا قدرنا مثل يمكن احنا قبل كمان عملنا اجتماع موسع للرئاسة المشتركة للكومينات للمؤسسات، فهمناهم على طبيعة العمل يوم السبت، لكن في بعض النواقص
اما من خلال زيارتنا قدرنا انه نقعد مع رئيس الكومين كشخص شخص، قدرنا نفهمهم على آلية العمل، كيف راح يشتغلوا مشان نتلافى قدر الامكان الاخطاء. انه كل رئيس كومين، كل حي له خصوصيته، له نظام خاص، يقدر كل رئيس كومين هو يحط قواعد، يحط عمله انه مشان يباشرون عملهم بالشكل الجيد. يعني بصراحه انه يوم السبت يعني خطوه ايجابيه للكومين. يعني هين اكدنا على الحياه التشاركيه، انه يكون في تشارك، في حياه مجتمعيه ديمقراطيه تشاركيه، يعني بعيد عن السلطه. هاي اهم نقطه. يعني وقت يكون كأنت موظفة إدارة، كنت رئيسة مجلس أو رئيسة بلدية، تنزل على الكومين، هين ما ضل عندنا طبقات، صرنا كنا مواطنين على طبقة واحدة. هذا أهم شغلة. يعني هاي أهم خطوة إنه تكون ضمن الإدارة الذاتية. يعني إحنا قبل كنا نحارب نظام الدولة ونظام السلطة، وهاي كمان انه عززت هالشيء اكثر. اذا رجعنا على القديم، انه الحياه الكوموناليه من قبل كانوا، اذا رجعنا على قبل كانوا يشتغلوا على شكل كلانات بسيطه، انه يكون عملهم دائما تشاركي. اذا نرجع زاد على حياه الريف هي يمكن اكثر حياه كوموناليه موجوده. انه تشوفي انه وقت الافراح، وقت العزاء، دائما يتعاونون على اي مشكله راح تصير. هاي الحياه التشاركيه هي اهم حياه. انه يعني هاي مثل ما نقول اكثر حياه ناجحه، انه انت وقت تشوف انه ضمن حيك انه في حياه كوموناليه مجتمعيه، نقدر نتلافى. مثلا اذا كان في حدا مريض، نقدر نساعد حدا مريض بهالامور هاي، انه راح يكون بمساعدات. يعني احنا ضمن المجتمع يمكن بيعنا كثير حالات، مثل ما نقول حالات فقر غيرها. وقت يكون في تشارك، هين أنا أحس بجاري الموجود، نجتمع احنا كحي، سوينا مثلا جمعية أو غيرها ضمن هالكومين هاي، وساعدنا هالمحتاج هاي شغلة عظيمة. يعني قدرنا أنه نكسر لها معاني كبيرة عند هالأشخاص هاي. يعني هاي هي الحياة التشاركية بالمعنى الخاص. وإذا رجعنا عليها، يعني وقت كانت هي ضمن الريف، وهلا راح تتحول بالمدينة عن طريق الكومين. هاي الحياة. قائد عبد الله أوجلان هو قدوة، يعني قدوة إن جميعا، إنه هذا يعني أكثر شيء يدفعنا إنه احنا كأشخاص نشتغل ضمن الكومين. كل واحد عنده واجبات، مثل ما قلت إنه وقت تكون بهاي اللجان الموجودة ضمن هالكومين، كل لجنة لها طبيعة عمل خاص فيها. يمكن أنا راح تكون مهمتي زاد ضمن اللجنة من هاللجان هاي، أقدر أساعد. يعني كل شخص راح تكون عليه مسؤوليات ضمن هالكومين هاي. يعني كل شخص راح تكون له أعمال يقدر يعملها. وقت كل شخص تتقسم هاي الأعمال، وكل شخص موجود بهالكومين، كل عضو بهالكومين يشتغل هالشغل هاي، يصير عمل كومينالي، عمل مشترك. يعني هنا نحقق أقوى نجاحات. راح نكون يعني مثل ما نقول مستوى الدول المتقدمة وأكثر. يعني إذا طبقنا النظام الكومينات بالشكل المضبوط والصحيح، وقت يكون انه كل واحد يقوم بالعمل المتوكل اليه ضمن هالكومين، كل عضو له خصوصيه عمل تشاركي يقوم به. هذا مثل ونجاح هالكومينات هذا يعتبر انه رد للقائد عبد الله أوجلان، رد دين له. فكروا هاي صار لنا 14 سنه انه بشمال شرق سوريا انه احنا نمشي على نهج القائد عبد الله أوجلان. وقت يطبق هذا الشيء بالشكل الصحيح، هذا راح يكون مثل وفاء الدين للقائد عبد الله أوجلان. صار له 26 سنه هو عم يحاول قدر الامكان انه من ضمن سجنه عم يوجه التوجيهات، عم يحاول قدر الامكان ينهض بهالمجتمع. وشفنا زاد كان نداءه الاخير للسلام. يعني هاي اكبر انجاز للسلام ضمن مناطقنا، مناطق شمال شرق سوريا والعالم بأسره. نتمنى من كل كوميناتنا الموجودين، من كل رفاقنا الموجودين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، انه ينزلوا على كوميناتهم، يحاولوا قدر الامكان يقوموا من هالكومينات، يشتغلوا بالشكل الصحيح اكثر. لانه هذا البلد بلدنا. وقت انه احنا كنا نشتغل بايد واحده، بمحبه، بتعاون، هذا اكبر انجاز لنا. نقدر بهالعمل المشترك انه نقف بوجه جميع الاعداء.
اللي يحاولوا انه يخربوا من بلدنا، يحاولوا ينزعوا ينشروا الطائفيه شمال شرق سوريا وسوريا باجمع، انه احنا كطوائف ما كان في عندنا طائفيه، ونتمنى انه من شعبنا كمان يظل على هالاساس، انه ما يحاول قدر الامكان يخلي حدا يلعب بيناتنا على اوتار الطائفيه او غيرها. نكون كلنا شعب متماسك، نقوي بعضنا، نتكاتف مع بعضنا، نكون ايد واحده.